وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. إذا كان أبو بكر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء، فكيف بحال المساكين أمثالنا وأمثال أكثر هذه الأمة، وكيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا؟ نعم. كان شيخنا محمد العثيمين رحمة الله معجب بهذا الدعاء، يقول: الحبيب يسأل حبيبه. أبو بكر يسأل يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقول في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. هو أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأله بصفة، يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يقول: هذا يستوجب أن نتمسك بهذا الدعاء، لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أبو بكر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا الدعاء. فنحن إيش نأخذ بهذا؟ ينبغي ألا نهمل هذا الدعاء. ويقال في الصلاة، وقال أحسن ما يقال في آخر الصلاة الموضع دعاء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. هل اعترض أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا أبو بكر تقول لي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ اعترض أبو بكر؟ لم يعترض، لأن مهما فعل الإنسان فهو مقصر، مع أنه كان أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول إيش؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من سار اليوم في جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. شوف بكر كيش عنده من الأعمال. لولا الله عز وجل ثم أبو بكر، لولا الله عز وجل ثم أبو بكر ما وصل الإسلام. ترى العرب ثدت عن بكرة أبيه، حتى عمر الخطاب رضي الله عنه ما استوعب كيف نقاتلهم، لكن وقف ثبت أبو بكر. كان ما وصل الإسلام، كان عبادنا بقر ولا شجر ولا أحجار ولا تصوروا فضل الله عز وجل علينا. وإلا بأبي بكر يقول: والله لو منعني عناقا أو عقالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال عرفت أنه الحق، ما عنده هوى. فنصر الله به الإسلام ورد الناس إلى الإسلام. هذا أبو بكر رضي الله عنه. وإلا به يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والذي أرسله إماما في الحج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما فتحت مكة حج بالناس أبو بكر، ولما سألته امرأة قال: تأتين العام القادم أو القابل، فقالت: فإن لم أجدك؟ قال: تجدنا أبا بكر. وقدمه في الصلاة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر رضي الله عنه. وإلا به يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اسمه ماذا؟ اسمه توسل. قبل أن يسأل الله عز وجل قال بين يدي دعائه، ايش معنى بين يدي؟ هي مقدمة الدعاء، وسيلة، وهي ايش؟ الاعتراف بالذنب، كما في حديث سيد الاستغفار قال: وأبوء بذنبي. يعترف بالذنب حري أن يعفى عنه. يعني لو أتيت إنسان أنت اعتديت عليه بشيء تقول: شو من أول ترى أنا مخطئ، هذا نص العفو حصلت عليه. لو صدمت لك واحد أول ما قلت: ايش فيك؟ ما تشوف ما مفتح أنت؟ طيب مسكت، لو بيعفو عنك غير رأيه. لكن لو أول ما نزلت: اسمح لي والله أنا اللي أخطأت، هذا يمكن يعفو عنك قبل لا تكمل كلامك. هذا اسمه توسل. فقبل أن يسأل الله عز وجل قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم معناه يا الله ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لأن الإنسان مهما فعل فهو مقصر.
ثم التوسل الثاني قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إن الله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر لي إن لم تغفر لي يا رب. والله عز وجل غفار وغفور وغافر وذو مغفرة وأهل التقوى وأهل المغفرة وخير الغافرين، ذلك الله عز وجل، ويغفر لمن يشاء. فلذلك قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أسلوب حصر، لا إلا، فيعني ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. فاغفر لي هنا إيش هذا إعراب اغفر لي؟ فعل دعاء، ما نقول فعل أمر، أنت ما تأمر الله، أنت تدعوه، تأدب مع الله، تقول هذا فعل دعاء. فاغفر لي مغفرة، أنت تتمة الدعاء، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيقول الشيخ صالح بن عبد آل الشيخ، يقول إذا كان أبو بكر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، فكيف بحال مساكين أمثالنا وأمثال أكثر هذه الأمة، وكيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا.